هيحصل ايه لو عملنا المحشي بالمكرونه بدل الرز؟ طيب ده مش عك، لان في ناس بتعمل المحشي وجنبه مكرونه عادي، فهم بيتاكلوا مع بعض. الحاجه التانيه بقى انه في ناس كتير جدا بتحب المكرونه اكتر من الرز، فانا جالي فضول اعرف ورق العنب او البتنجان بالمكرونه هيبقوا عاملين ازاي. فبنبدا الاول بسلق المكرونه، بس احنا بنسلقها دقيقتين بس على النار عشان لسه هتدخل في المحشي وتستوي تاني. نعمل خلطه المحشي بطل الموضوع كله، وبعد ما نخلص الخلطه نحط المكرونه عليها تاني ونقلبهم مع بعض كويس ونبتدي نحشي كل نوع عندنا. عملنا بتنجان ابيض اسود، عملنا كوسه كمان، ورق عنب، بس اللفه صعبه شويه بالنسبه لي فقال لي يعني لفتها، بس هم عملوها لي بره. بعدين حطينا الحاجات في الحله تستوي عشان نرجع ندوق في الاخر حاجه غريبه جدا، يعني حلاوه. بس انا كنت متوقع انها تبقى حلوه لانه مكرونه مع محشي طبيعي ما فيهاش حاجه غريبه، بس هي طلعت حلوه زياده عن اللزوم. البتنجان انت حاسس بطعمه وحاسس بطراوته، وكانك بالظبط بتاكله مع طبق مكرونه معمول بصوص من خلطه المحشي. هي دي التجربه بالظبط، طبعا طعم حلو قوي. ورق العنب بقى كان نفس الكلام برضو، المزازه بتاعه الورق مع خلطه المحشي مع نعومه المكرونه كده وطراوتها عظيمه جدا جدا. سواء كان في مشكله بسيطه ان ظبطه السوى بين الورق والمكرونه صعبه شويه، غالبا لو جيت تجرب هتلاقي مثلا المكرونه استوت زياده والورق لسه، او لو حطيت المكرونه من غير سلق ممكن ما تستويش اصلا. الكوسه انا ماليش فيها قوي، بس هي برضو طعمها كان باين للناس اللي بتحبها مع برضو الزفلطه دي بتاعه المكرونه. في الاخر خالص الاكتشاف الاهم انه القصه كلها في خلطه المحشي. انت لو حطيت خلطه المحشي على رز، على مكرونه، فريك، كينوا، حتى اللي هي طعمها وحش قوي، هتطلع لك برضو تجربه قريبه جدا من المحشي التقليدي.